السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وأكلة وصفة سهلة. أكلتنا النهاردة أكلة اقتصادية هتوفر علينا وقت ومجهود. هنعملها بصدر فرخة واحد، هتعمل معاكي كمية حلوة قوي، هتنفع معاكي قوي في سندوتشات المدارس، كمان هتنفعنا في غدا أو عشاء سريع لو محناش فاضيين نعمل أكل. يلا بينا نسمي الله ونبدأ على طول ونشوف هنعمله ازاي. معايا كوباية من البرغل هننقعها 10 دقايق وهنعصرها ونصفيها كويس، ومعايا كوباية من فول الصويا برضو هننقعها 10 دقايق وهنصفيها كويس. بعد كده هفرم البرغل مع بصلتين صغيرين عشان البصل طبعا فيه مية هيخلي البرغل يتفرم كويس، وهفرم كوباية الفول الصويا مع قرنين الفلفل. وطبعا زي ما قلت لكم كوباية البرغل وكوباية الفول الصويا منقوعين 10 دقايق وعصرينهم كويس قوي. بعد كده فرمت الفراخ في الكبة وهضيف عليهم بيضة، وهحط بعد كده التوابل. هحط معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الكزبرة الناعمة، وفلفل اسود. كمان هحط معلقة من البابريكا. بعد كده هحط معلقتين صغيرين من الثوم البودر، ومعلقتين من البرجر، توابل البرجر، ومعلقة كبيرة من ماجي، واحط معلقة صغيرة من الملح ومعلقة كبيرة من الزيت، وهنعصر عليهم ليمونة. هنفضل نعجن فيها لحد ما تنعم معانا خالص وتيجي تمسكيها تصبعيها كده تتصبع معاكي. المهم ان احنا ننعمها كويس قوي. بعد كده هتجيبي غطا برطمان، اي غطا برطمان موجود عندك يكون حجمه مناسب للبرجر اللي انت عايزة تعمليه. لو عايزاه كبير هتجيبي غطا كبير، لو عايزاه وسط هتجيبي غطا وسط. نفس الحكاية لو عايزاه صغير. المهم ان انت هتنقي غطا البرطمان المناسب للحجم اللي انت عايزة تعمليه. وطبعا لو عندك المكبس بتاع البرجر اشتغلي بيه لو حابة يعني الحجم بتاعه. انا هنا ما استخدمتش مكبس البرجر علشان هو كبير وبيخليها عالية قوي، لكن انا عايزة حجم وسط علشان تستوي معايا بسرعة. معايا 2 من غطا البرطمان هجربهم الاتنين والحجم المناسب هكمل بيه. وزي ما انتوا شايفين بجيب كيس وبحطه في قلب الغطا، بعد كده بحط عليه البرجر وبفرده كويس قوي، وبعد كده بقفل عليه البلاستيك اللي انا حطيته زي ما انتوا شايفين كده علشان لما نخزنه في الفريزر يبقى متغلف وملزقش في بعضه. تطلعي بقى الواحدة بوحدتها كده، او زي ما انتوا شايفين. انا محبتش اطول عليكم طبعا. عملت الكمية قدامكم اهي. بعد كده فاضل وحدتين 3 برضو هكملهم قدامكم. وانا طبعا اخترت الغطا ده طلع جميل جدا والحجم بتاعه مناسب. ده غطا البرطمان بتاع الصلصة. احنا كلنا عندنا غطيان البرطمانات بتاعه الصلصة دي كتير قوي. الحجم بتاعها بيبقى حلو قوي. كمان بتبقى برضو في العلو بتاعها ما بتبقاش عالية قوي وما بتبقاش واسعة ومفروضة قوي. اما بتيجي تسويها بتبقى جميلة جدا. كمان بتبقى على قد الكايزر اللي احنا بنشتريه من الفرن، عشان لو حبينا نعمل سندوتشات همبرجر ولا حاجة يبقى البرجر على قد الكايزر. وطبعا قبل ما بنشيل العجينة بنبقى دهنين ايدنا بنقطة زيت صغيرة علشان طبعا البرجر ما يلزقش في ايدنا واحنا بنشكله. اهو زي ما انتوا شايفين صدر الفرخة عمل معايا كمية حلوة قوي ما شاء الله. عمل معايا 36 قطعة. او هعمل معاكم بقى طبق كده. ما رضيتش ادخله كله الفريزر، طبعا كل الكمية انا دخلتها الفريزر وسبت شوية كده بس اعملهم قدامكم. ودول يا دوب بس دخلتهم الفريزر يا دوب مسكوا نفسهم حاجة بسيطة خالص، وهسويهم قدامكم زي ما انتوا شايفين. بجد طعم البرجر ده وهو ساخن بيبقى تحفة جدا.
يعني لازم نعمله وناكله وهو دافي كده علشان نحس بطعمه ونحس كمان بريحته، بيبقى حاجة بجد في منتهى الجمال. اهو زي ما انتوا شايفين ماسك نفسه اهو، مع اني ما حطيتوش في الفريزر كتير. كمان هقول لكم على فكرة حلوة قوي، لما تيجوا تسووا البرجر بعد ما يجمد، هتحطي معلقتين زيت اقل من دول بكتير، وهتحطي فيهم البرجر وهو لسه طالع من الفريزر مجمد قبل ما يفك. بعد كده هتهدي تحتيه النار خالص، وهتغطيه بغطا حله، وهتسيبيه بقى لحد ما يستوي على البخار بتاعه اللي هو طالع من التلج لحد ما يفك خالص. هتيجي تشيلي غطا الحله، هتلاقي البرجر استوى خالص. كمان هتحسي ان هو عالي شويه ونفش كده. بعد كده مش هتحطي عليه الغطا تاني، بس هتقلبيه بقى كل شويه لحد ما ياخد لون خفيف خالص، وهتشيليه على طول لان هو بيبقى خلاص استوى على البخار. وانتي بتحمريه بجد ريحته بتبقى قلب الدنيا. اعمليه بالطريقه دي، طريقه اقتصاديه، بيعمل معاكي كميه حلوه قوي، ولادك هيحبوه. ممكن ياكلوه جنب مكرونه او جنب رز، أو ممكن تعمليه في سندوتشات بيبقى تحفه جدا. اتمنى الطريقه تكون عجبتكم، اتمنى تجربوه. دمتم في امان الله وبألف هنا وشفا.